السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. هنتكلم على مباراة منتخب المغرب وزامبيا. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على حبيبك النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساش تدعمنا بلايك ورايك في كومنت. وطبعا الأهداف هنحطها في أول كومنت مثبت عشان بعض الإخوات اللي ما بيحبوش الخير للغير عامة، فمش هنتكلم كتير في النقطة دي، فهتلاقي الأهداف في أول كومنت مثبت. هتكلم على التشكيلة الخاصة بمنتخب زامبيا وهي 4-1-3-2، والتشكيلة المتوقعة والتشكيلة الأساسية لمنتخب المغرب الشقيق وهي 4-1-3-2 أو 4-2-3-1. واتوقع ان طبعا هيكون في الهجوم الكعبي وتحتيه الزلزولي، يعني اتوقع ان الكعبي يسجل هدف او هدفين في مباراة اليوم، واتوقع الشوط الاول ينتهي بالفوز لصالح منتخب المغرب بنسبة 99% 1-0، وبنسبة 90% ينتهي 2-0 للمنتخب المغربي. انت كمان تقدر تكتب لي في الكومنتات بتتوقع الفوز لمنتخب المغرب ولا لمنتخب زامبيا. ومهمة المباراة دي طبعا مهمة جدا جدا للمنتخب المغربي، لازم يفوز في مباراة اليوم او حتى يتعادل عشان يتأهل بشكل رسمي للدور اللي جاي. فاهم حاجة يعني اكتب لي في الكومنتات بتوقع الفوز لأي منتخب فيهم، وصاحب التوقع الصحيح هنعلن عنه في الفيديو اللي جاي. لو وصلت لهنا ما تنساش تصلي على حبيبك النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وما تنساش تدعمنا بلايك ورايك في كومنت. كان معكم عبد الرحمن رفعت من قناة توقعات الملاعب. اللي مش متابعين على قناة التليجرام فايته كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.